السيد الرئيس القائد صدام حسين قد أقام مساء أمس مأدبة عشاء تكريما لأخيه العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمانية والوفد المرافق له. حاضرها أعضاء الجانبين في المباحثات. وصباح اليوم عقد السيد الرئيس القائد صدام حسين وأخوه العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمانية جولة من المباحثات. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية الوثيقة بين القطرين الشقيقين والأوضاع العربية بشكل عام. وجدد الرئيس علي عبد الله صالح وقوف اليمن الشقيق إلى جانب العراق في معركته العادلة ضد عدوان النظام الإيراني، وثمن مواقف العراق وسعيه الدائم إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل، وموقفه من إجراء المباحثات المباشرة لتسريع إحلال السلام. وحضر المباحثات عن الجانب العراقي السادة طه ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة النائب الأول لرئيس الوزراء، وسعدون حمادي عضو مجلس قيادة الثورة وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولطيف صيف جاسم وزير الثقافة والإعلام وزير الخارجية وكالة، وأحمد حسين رئيس ديوان الرئاسة وسكرتير رئيس الجمهورية. هذا وقد غادر العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمانية بغداد في ختام زيارة رسمية للعراق. وكان السيد الرئيس القائد صدام حسين على رأس مودعي ضيفه العقيد علي عبد الله صالح والوفد المرافق له. وشارك في التوديع السيدان عضو مجلس قيادة الثورة طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء، وطه محي الدين معروف نائب رئيس الجمهورية، والسادة أعضاء مجلس قيادة الثورة، والسيد رئيس ديوان الرئاسة، والسادة الوزراء، وسكرتير رئيس الجمهورية.
وضم الوفد المرافق للرئيس الضيف السادة عبد الكريم الإرياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عضو اللجنة الدائمة، والشيخ عبد الله حسين الأحمر عضو المجلس الاستشاري عضو اللجنة الدائمة، والمهندس أحمد الأنسي وزير التربية والتعليم عضو اللجنة الدائمة، وعلي محمد الأنسي مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية عضو اللجنة الدائمة، وأحمد الرضا أمين عام رئاسة الجمهورية. هذا وقد أدلى العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية بتصريح لوكالة الأنباء العراقية قبيل مغادرته بغداد جاء فيه: ونحن نغادر أرض القطر العراقي الشقيق أشعر بارتياح كبير للنتائج المفيدة والمثمرة التي حققتها الزيارة، حيث بحثنا خلالها مع الأخ الرئيس صدام حسين والإخوة المسؤولين مختلف القضايا القومية التي تهم أمتنا العربية والسبل الكفيلة بدعم مسيرة التضامن العربي والعمل المشترك. وكانت التطورات الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية